تحية طيبة بشدى حروف السلام مع وافر عبارات التقدير والاحترام، وهي تعانق سماء الإبداع والإعلام. الأستاذ إيهاب جمال الدين وطاقم البرنامج يا سادة يا كرام براديو صوت العرب من القاهرة، تحت شعار الكتاب ذاكرة أمة. تم تنظيم المعرض الجهوي للكتاب من طرف المديرية الجهوية للثقافة بجهة الرباط سلا القنيطرة بالمملكة المغربية بساحة باب المريصة بمدينة سلا الرباط. المعرض عرف مشاركة دور نشر عديدة ومؤسسات ومنظمات وجمعيات ثقافية، وتميزت الدورة ببرنامج ثقافي غني ومتنوع شمل تنظيم حفلات، توقيع إصدارات أدبية في الشعر، الرواية والقصة، ولقاءات مفتوحة مع أدباء وكتاب ومفكرين. كما تميزت الدورة 13 للمعرض الجهوي للكتاب هذا العام بتنظيم ندوة بعنوان الشعر الغنائي المغربي الحصيلة والآفاق، حيث تشرفت الجامعة المغربية للشعر والفنون بمشاركة أسماء لامعة في سماء الأغنية المغربية العصرية من شعراء غنائيين وملحنين ومطربين ومطربات. الندوة أقيمت بمواكبة إعلامية وتلفزية هامة، وأدار هذه الجلسة الأدبية باقتدار الشاعر الصحفي عبد العزيز بن عبو. الندوة كانت لحظة رحلنا فيها داخل وخارج القصيدة الغنائية والأغنية الجميلة، محاولين ملامسة نبض التجربة الإبداعية في كتابة الشعر الغنائي. محمد الرياحي نموذجا وفي مسار فني مليء بالعطاء وزاخر بالأغاني للمطربة الفنانة أمال عبد القادر. الأستاذ إيهاب جمال الدين. مستمعينا الكرام، أشير أن بوادر ظهور الأغنية المغربية الحديثة ترجع إلى مبادرة الملك الراحل محمد الخامس رحمه الله في تأسيس الجوق الملكي للموسيقى العصرية، الذي كان يرأسه الموسيقار المصري الكبير مرسي بركات. وكان لانعقاد مؤتمر الموسيقى العربية الأول بالقاهرة سنة 32 و900 وألف دورا في تطوير الأغنية المغربية العصرية، ومع تأسيس أول جوق إذاعي جوق الطرب العصري سنة 52 و900 وألف، تابع للإذاعة الوطنية المركزية بالرباط برئاسة الملحن الراحل أحمد البيضاوي. شهدت الأغنية المغربية العصرية نهضة وانتشارا واسعا، وقد قام الشعراء الغنائيون المغاربة بتطوير اللغة الدارجة أي العامية المغربية لتصل إلى مستوى لغة إبداعية جميلة قريبة من اللغة العربية الفصحى. إن الحقيقة الواضحة وضوح الشمس أن ما ميز أغنية مغرب الأمس من إبداع راقي هو أن الفن كان لأجل الفن، كان الإبداع الفني يقوم بدوره بكل وعي ومسؤولية. إن التراجع الملحوظ للأغنية المغربية إبداعيا وأخلاقيا لا يبشر بالخير، لأنه يضرب عرض الحائط وفي العمق بالهوية المغربية الأصيلة، سعيا وراء الربح المادي والشهرة السريعة. وهنا يحق لنا أن نطرح سؤال علاقة الإبداع والفن بالأخلاق. إننا لا ننكر أن هناك أصوات شبابية فنية ناجحة، لكن الصوت لوحده لا يكفي لتحقيق الاستمرارية للأغنية. لا بد من شعر غنائي رفيع ولحن بديع. يجب أن لا ننسى أن الأغنية المغربية راهنت على الشعر الغنائي مكونا أساسيا لها، إلى جانب جمالية اللحن وعذوبة الصوت، مما جعل الأغنية تدوم لسنوات عديدة وحقب مديدة، وستبقى كذلك أغنيتنا خالدة في وجدان المتلقي. الخلاصة أن الشعر الغنائي المغربي أعطى للأغنية المغربية زخما دافقا وإشعاعا ونجاحا منقطع النظير. الأستاذ إيهاب جمال الدين. مستمعين الأفاضل، ندوة الشعر الغنائي المغربي الحصيلة والآفاق خرجت بعدة توصيات، من بينها الدعوة إلى تنظيم المناظرة الوطنية الأولى حول الأغنية المغربية سنة 2024، وبمشيئة الله تعالى كذلك تنظيم مهرجان الزمن الجميل للأغنية المغربية في دورته الأولى. وفي الختام، شكرا أستاذ إيهاب جمال الدين ولطاقم البرنامج يا سادة يا كرام، ولكل المستمعين الأعزاء لراديو صوت العرب من القاهرة.